البوكس بتاع الكاميرا ممتاز، فيه كل حاجة جوه الكاميرا وايه المميزات اللي موجودة جوه الكاميرا. كمان بيفكرك ان هو بتشتغل مع أليكسا والسامسونج سمارت سينجز وكمان جوجل هوم. كمان من فوق بيفكرك ان هي بضمان 2 كاملين ضد عيوب الصناعة من تي بي لينك. تعالوا نفتح البوكس بتاع ام سي 230. هتلاقي الكاميرا موجودة فيه بشياكة قوي كده. كمان الفيشر والمسامير اللي هتركب بيها، كتيب التعليمات والشاحن وكتيب تعليمات كمان والضمان. خلينا نشيل الكفر ده من على الكاميرا. بصوا الجمال والحلاوة، تصميم وماتيريال حلو قوي، في نفس الوقت بتلف 360 درجة زي ما قلت لكم. كمان اللينس دي بتعلى وبتنزل عشان خاطر تكمل ال 360 درجة. وزي ما هتلاحظوا ان تحت فيه زرار ريست والمايكرو اس دي عشان خاطر تحط لحد 512 جيجا او حتى ترفع على الكلاود لو انت بريميوم وعايز تدفع في الشهر مبلغ وقدره. الكاميرا متميزة بالخط الابيض اللي موجود ده والخط اللي جوه كمان الليد ستاتيوس دي بتوضح لك بالظبط هي شغالة ولا لأ، وهنا بيبين لك ان هي نايت مود او داي مود. ومن هنا بيركب الراس بتاعت الشاحن. خلينا نجربها مع بعض. الكاميرا بتظبط نفسها وبتلف عشان خاطر تظبط ال 360 درجة بتوعها زي ما انت شايف كده. واللمبة هنا بتنور اصفر واحمر عشان هي جوه البيرنج مود. بصوا الجمال والحلاوة. بعد كده هي وقفت عملت كاليبريشن وخلاص كل حاجة شغالة فيه كده. الكاميرا كونكتد بالواي فاي. لما نزلت الابلكيشن عملت كونكشن ودوست ان انا محتاج ابير ام سي 230 وقد كان البروسيس كده خلصت. تقدر كمان ان انت تديتكت انت عايز تحطها فين عشان خاطر تظبط الاعدادات بتاعتها، سواء انت عايزها بالمعدول او بالمقلوب، عشان خاطر تعمل لك انفيرت ايمج ولا تسيبها لك معدوله زي ما هي. كمان تقدر تحطها عند البيبي عشان تعمل لك كراي ديتكشن او في الجيم او في البيت او وات ايفر. خلينا نعملها بره، بس هي مش اوت دور، دي ما ينفعش تحط اوت دور. ساوندز جود. هنا عشان خاطر تشوف الاشتراك بتاعك لو انت عايز تدفع وتابلود الفيديوز وتابلود كل حاجه موجوده على الكاميرا بتسجلها على الكلاود بتاعك. وبكده انت عندك ام سي 200 وعندك ام سي 230. 230 اهي حلو جدا. تقدر كده بعت لك نوتيفيكيشن بيرسون ديتكشن عشان عارف ان دي صوابع ايد بني ادم. موشن ديتكشن تمام. هنخش على الجزء بتاع المانج عشان نشوف بالظبط نقدر نعمل ايه جوه الكاميرا دي. طبعا الصوت اشتغل ولكن عايزين نعملها ميوت عشان خاطر ما تصدعناش. تلاقي ان هي مختلفه بسيط عن الام سي 200 خاصه من التاج اون الخاص بالديتكشن. وكمان هنا مودز من الديتكشن اكتر بكتير من المره اللي فاتت. لو عايزين تعرفوا اكتر عن الابلكيشن هسيب لكم اللينك تحت في الديسكربشن، حلقه مخصوص عن الابلكيشن وازاي تتعامل معاه.